أعزائي متابعين صفحة مذيع الريف، أهلا بيكم وحلقة جديدة. والفرق بين بيوت زمان وبيوت دلوقتي، الفرق بين العمارة زمان والعمارة دلوقتي. وهنستمتع مع بعض في الفيديو أو المحتوى ده بشكل بيوت زمان ومحتوياتها، والفرق بينها وبين محتويات وشكل بيوت الوقت الحالي. وهنتناول النهارده وفي حلقة النهارده بيوت الطين أو المبنية بالطوب اللبن. واللي شايفينه قدامنا دلوقتي ده بيت من الطراز القديم من البيوت المصنوعة من الطين أو الطوب اللبن أو الطوب الني. وشايفين قدامنا في الصورة البيت من الخلف أو البيت والدوار وحظيرة المواشي أو اللي كانوا بيربوا فيه المواشي والبط والفراخ والطيور بأنواع. شايفين اللي في نص المكان ده عبارة عن الخزينة أو الخزنة اللي كان بيتحط فيها اللبن ومنتجاته. كان الفلاح بيحلب المواشي بتاعته وبيحط اللبن في طواجن في المكان اللي في نص البيت ده كان عبارة عن خزنة شكل النملية أو شكل النيش أو اللي احنا بنشوفه النهاردة من مصنوع من الخشب أو من الألمنتال. وشايفين اللي هناك اللي في الزاوية ده كان عبارة عن خزنة بيتحط فيها الطيور الصغيرة اللي لسه ما تنفعش تمشي في الدوار الكبير. وشايفين السور اللي كان أو الحيطة اللي هي عبارة عن سور الدوار أو سور الحظيرة. شوف الباب من الخشب مازال لسه محتفظ بشكله، حتى كان العرش من القش، وعقب الباب كان عبارة عن خشب أو عرق خشب. والباب والطاقة اللي احنا شايفينها كان بيتعان فيها أشياء. ودي حظيرة صغيرة كانت للمواشي الصغيرة اللي لسه ما ينفعش يطلقوها جوه الحظيرة. الطاقة دي بقى كان بيتعان فيها الحاجات أدوات الفلاح زي الشرشرة والمسحة والحاجات دي. ده بقى الخزينة اللي كنت بقول لكم عليها دلوقتي اللي هي كانت عبارة عن نملية. ودي أوضة صغيرة للحيوان الصغير أو للطيور الصغيرة. دي الخشبة دي كانت عبارة عن غريزة بيتحط عليها القش علشان يعرش الدوار أو حظيرة المواشي. شايفين حتى الشباك اللي بيطل على زريبة كان عبارة عن قفص قديم أو مجموعة من الخشب علشان يقدر يطل منها الفلاح أو اللي ساكن البيت هي دي على مواشيه بالليل ويطمن عليهم. الحظيرة الصغيرة هي اللي هي كانت بتضم المواشي الصغيرة. وده باب البيت من الخلف زي ما قلنا. والعرش شايفينه عبارة عن أو السقف عبارة عن قش وعروق من الخشب، ولكن البيت كان بيملأه الدفى والأمان واللمة الكويسة اللي كانت بتضم أهل البيت. وده نفس البيت بس من الأمام أو من الباب الرئيسي. شايفين الشبابيك اللي كانت عبارة عن خشب، وشايفين بقايا محارة البيت أو مساويته اللي كانت برضو بالطين. شايفين الشباك زي ما قلنا كان عبارة عن 4 ضلف، 2 فوق و2 تحت. وده باب البيت الكبير أو الباب الرئيسي. ودي البرندة اللي كانت بيتحط فيها قياس أو فرش ويقعدوا الناس بالصبح وبالليل، سواء في الصيف كانوا يقعدوا بالليل هنا في الهواء. وده طراز البيت. بعد شوية اتطوروا وبدأوا يغفقوا البيت أو يمحروه بالأسمنت. كان مبني من الطوب الأحمر والطين ومتمحر بالأسمنت، والسقف عبارة عن
خشب، متغطي كله بخشب. وبدأوا يطوروا الشبابيك، بقى فيها شيش وإزاز. وزي ما احنا شايفين نتفرج مع بعض ونشوف شكل البيت بعد ما اتطور شوية. المحارة اهي من الأسمنت والبيت مبني من الطين. بعد شوية اتطور البيت وبدأوا يعملوه يبقى طوب وأسمنت وشباك بقى شيش وإزاز. لكن طبعا كانت المحارة قليلة جدا اللي بيعمل محارة، كان طوب أحمر وشباك من 4 ضلف شيش وإزاز. وزي ما احنا شايفين مع بعض اهوت البيت زمان وتطوراته وازاي بقى بالشكل اللي احنا شايفينه امامنا. شايفين البيت اللي بالمسلح اللي كانوا بيسموه بقى باني بيت بالمسلح. المسلح اللي هو عبارة عن طوب أحمر وأسمنت، لكن ما كانش فيه بقى التشطيب ولا المحارة ولا الحاجات اللي احنا بنشوفها النهاردة. هذا شكل الشباك بعد تطور الطفيف اللي حصل من بيت الني للبيت المبني بالأحمر. كانوا يسموه ويقولوا بانيين البيت بالأحمر، يعني خلاص خرجوا من حتة البيت الني. اهو شايفين بقى ده كان الباب الرئيسي للبيوت، البيت اللي بالاحمر او البيت المبني بالطوب الاحمر، والشباك بقى الشيش والازاز والخرسانة